يا جدعان، هو في ايه؟ الدنيا مقلوبة نار بجد. احنا مش بنتكلم عن توتر بسيط في الشرق الاوسط، احنا بنتكلم عن سيناريو مخيف ممكن يفجر المنطقة كلها. الاخبار اللي طالعة من ايران واسرائيل تخلي الواحد يحبس انفاسه، وكل يوم في تطور اغرب من اللي قبله. اول صدمة فجرت الدنيا كانت من عند الراجل الكبير دونالد ترامب. الراجل اللي كان بيقول انا درع الخليج وبحمي الملك سلمان، قرر فجأة يلم قواته من الخليج ويسيب الدول دي لوحدها في وش الصواريخ الإيرانية. يعني بعد ما قبض تريليونات الدولارات فجأة قال لهم أنا بحمي جنودي بس والباقي يولع. دي مش مجرد مفاجأة، دي خيانة ناعمة كده، رسالة واضحة إن أمريكا بتحمي نفسها وبس، واللي اتكل على غيره ضاع. نيجي لإيران واللي بتعمله مش لعب عيال ولا تهويش إعلامي. الصواريخ اللي بيطلقوها مش عادية، دي صواريخ متعددة الرؤوس. يعني الصاروخ أول ما يدخل المجال الجوي الإسرائيلي يتفكك لأربع رؤوس مثلا، وكل رأس يروح يضرب هدف مختلف. فحتى لو القبة الحديدية أو مقلاع داوود اشتغلوا مش هيقدروا يصدوا كل ده. اللي بيحصل بيدمر مساحة كبيرة جدا. ومش بس كده، دلوقتي بقى الضرب بيحصل الصبح، يعني وسط الشغل، وسط الناس، وسط الزحمة. وده بيزود التأثير النفسي والاقتصادي بشكل مرعب. تخيل إنهم ضربوا مستشفى ساروكا، والبورصة نفسها اتضربت، والمباني وقعت حرفيا. إسرائيل مش بس في حالة حرب، دي في حالة ذعر. وبعدين أمريكا طلعت بطيارة يوم القيامة، الطيارة اللي الرئيس الأمريكي يقدر يقعد فيها بالأسابيع في الجو لو حصلت حرب نووية. وبتسريبات خطيرة اتقال إن ترامب وافق على خطة لضرب مفاعل فوردو النووي في إيران. وده مش مفاعل على الأرض كده وخلاص، ده موجود تحت جبل بعمق 90 متر، وعلشان تدمره محتاج قنابل نووية تكتيكية. والله مش هزار. العالم واقف على حافة حرب نووية محدودة، وترامب قال إنه محتاج أسبوعين علشان ياخد القرار. بس اللي متابع يعرف إن ده ممكن يكون خداع استراتيجي، وترامب يضرب بكرة الصبح. هو مش عايز يدخل في حرب طويلة، هو عايز يفنشها بضربة واحدة ويخلص. وفي مفاجأة تانية أخطر من كده، إن أذربيجان الدولة المسلمة اللي جرى لإيران طلعت بتساعد إسرائيل من تحت لتحت. المطارات الأذربيجانية بقت قواعد انطلاق لطائرات F-35 الإسرائيلية، ومنها بيوصلوا لطهران بسهولة ويضربوا ويرجعوا من غير ما حد يحس. مش بس كده، دول بيستغلوا الأقلية الأثرية داخل إيران كجواسيس. يعني الحرب دي مش بس صواريخ وطائرات، دي كمان حرب استخبارات شغالة على نار هادية. طب وإحنا كمصريين مصلحتنا فين وسط الهوجة دي؟ زمان الرئيس السيسي قال بصراحة اعملوا جيش عربي موحد، محدش هيحميكوا إلا نفسكوا. وناس وقتها ما خدتش كلام بجد. دلوقتي اتضح إن كل كلمة قالها طلعت صح. الفلوس راحت لأمريكا، والحماية راحت، واللي اتكل على الغرب اتسحب السجادة من تحته. ومن منظور استراتيجي، ناس كتير شايفة إن مصلحة مصر هي إن الحرب دي تطول شوية وإسرائيل تتوجع شوية علشان تفضل مصر هي القوة المتوازنة الكبرى في المنطقة. بس السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله، هل فات الأوان؟ هل لسه في أمل نبقى صف واحد ونعمل جيش عربي موحد؟ ولا كل بلد هتفضل لوحدها لحد ما الدور يجي عليها؟ العالم بيتغير حوالينا بسرعة، والتحالفات بتتهز، واللي مش واخد باله النهاردة هيدفع الثمن بكرة. فانت شايف ايه؟ اكتب لي رأيك وقول لي احنا رايحين على فين.